صباح الخير. موضوع النهارده اللي هنتكلم فيه مع بعض هو بخصوص الفيسبوك. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نتفادى عملية الحظر اللي بتتم في طلبات الصداقة او الاد على الفيسبوك. كتير مننا بيعمل طلبات صداقة او اد لحد وبيقع في مشكلة الحظر دوت اللي هو بيتعمل له بلوك، ان هو ما يقدرش يعمل اد لحد او ما يقدرش يضيف حد. ولما بيقرر ان هو يضيف، المدة بتاعة الحظر مثلا ممكن تبقى اسبوع، لو ضاف فيها حد بتبتدي المدة دي تتضاعف تبقى شهر، ممكن توصل لحد 6 شهور او سنة، ان هو ممنوع بتاتا ان هو يعمل اد لحد. طيب احنا مبدئيا النهارده هنجاوب على 3 اسئله او 4 من خلالهم هتفهم يعني ايه حظر، وبعد ما نجاوب مع بعض على 4 اسئله دول هتتفادى تماما ان انت تقع في عمليه الحظر دي. مبدئيا ايه هو الحظر دوت؟ الحظر دوت زمان كان الفيسبوك العدد بتاع المستخدمين بتاعه قليل جدا، فكان بيتحايل على المستخدمين ان هي تضيف بعض لان هو عاوز الشبكه بتاعته تكبر. دلوقتي عدد المستخدمين على الفيسبوك بقى داخل على مليار 100 مليون يعني، فبقى دلوقتي الفيسبوك بيركز ان انت ما تضيفش حد غير اللي انت تعرفه بس. طيب الحظر دوت بيتم ازاي؟ الحظر دوت بيتم ان انا شفت مثلا حد على الفيسبوك، رحت اعمل له اد، كويس، بعدها بشويه رحت عامل اد، بعدها بشويه الفيسبوك بقى عامل سيستم ان هو بيبتدي يحدد ان انت الناس دي تعرفهم ولا لا، فمن خلال كده بيقوم لقطك، بيقوم عامل لك ايه بقى؟ بلوك، ان انت ما تقدرش تعمل اد لحد. طيب نقطة تالتة ومهمة جدا بقى، ان انت طيب انا بقع في الخطأ دوت، الحل بتاعه ايه بقى؟ الحل بتاعه ان انت حاول تبعت طلبات الصداقة ديت لناس يكون في بينك ما بينهم اشخاص مشتركة. كويس، يعني انا مثلا انت هتعمل طلب صداقة لرامي، يا اما تبقى متأكد مليون في المية ان رامي دوت هيقبل، يا اما تبقى انت في بينك ما بين رامي اشخاص كتير، ساعتها الفيسبوك هيعدي طلب الصداقة ده. وما تعملش طلبات صداقة بصفة متكررة، يعني مثلا مش تخش في ربع ساعة تقوم عامل 10، لا، خلي طلبات الصداقة دي تبقى متوزعة. حاجة تاني وهي دي النقطة المهمة جدا بقى اللي احنا هنتكلم فيها، من خلالها الفيسبوك بيقدر يحدد ان انت بتعمل طلبات صداقة عشوائية وبيبتدي يعملك بلوك من خلالها. ايه هي بقى؟ انه انت عملت اضافة لرامي، كويس، لو رامي ما قبلش ديت في حد ذاتها حاجة كويسة، ولو رامي قبل برضه دي في حد ذاتها حاجة كويسة. الحاجة الوحشة فين بقى؟ ان رامي يفضل معلق طلب الصداقة. بمعنى انا شفت 5 بنات نفترض، لان هو معظم، انا على ما اعتقد يعني ان معظم اللي هيشوف الفيديو دوت هيبقوا ولاد، لان البنات ما اعتقدش ان هي بتعاني من موضوع طلبات الصداقة. بس نفترض ان انت عملت اد مثلا ل5 بنات، كويس. المشكلة فين بقى؟ المشكلة ان لو ال5 دول، يعني انا هبسطها لكم بطريقة ابسط شوية، نفرض ان انت ليك عدد معين من طلبات صداقة وليكن ان هو 10، كويس. المفروض ان انت بتبعتهم لحد، لو هم قبلوا بتاخد 10 غيرهم. طيب لو هم ما قبلوش ال10 بتوعك بيرجعوا لك تاني، تمام. لكن لو علقوا طلبات الصداقة انت كده زي ما يكون استنفذت الرصيد بتاعك في طلبات الصداقة، ال10 لسه متعلقين. دي مشكلة كبيرة جدا. فانت مثلا لما بتعمل 10 وراهم 10 وراهم 10، الفيسبوك في جوه في سيستم ان هو بيقدر يحدد ان انت في طلبات صداقة اوقات كتير اترسل ومحدش رد، فهو بيبتدي يحدد ان انت بتعمل طلبات صداقة عشوائية من غير ما تبقى انت تعرف الناس دي. طيب الحل بتاعها ايه بقى؟ الحل بتاعها في سكريبت. السكريبت دوت من خلاله هو بيقدر يحدد طلبات الصداقة اللي انت بترسلها، لانه طبعا انت مش هتقعد تعمل اد وتقعد تفتكر انا عملت اد لمين وبعد كده تخش. طيب الحل بتاعها ايه بقى؟ الموضوع دوت ان انت لما تعمل اد لحد استنى يوم 2 3 4، ده لو يهمك الشخص. لو ما قبلش خش كنسل الاضافه بتاعته. طيب هتيجي واحد يسالني يقول لي طب انا هفتكر منين بقى؟ هقول لك بقى، هو دوت السكريبت اللي احنا هنستخدمه النهارده. السكريبت دوت انا هحط الرابط بتاعه تحت الفيديو عشان بس ما حدش يتلخبط، هتضغط عليه هحولك هنا في الصفحه ديت مباشره. السكريبت دوت بكل بساطه وظيفته ان هو بيبتدي يحدد، هو وظيفته ان هو يقول لك مين اللي مسحك. يعني لو مثلا انت عامل صداقه مع رامي ورامي دوت جه مسحك، فيقوم هو مبلغك يقول لك ايه؟ ان رامي مسحك من عنده على الفيسبوك. بس هو جواه وظيفه تانية احنا هنستخدمها النهارده، اللي هي ايه بقى؟ انت لما تبعت اد لحد او اضافه لحد، هو جوه البرنامج بيقول لك ان دوت مثلا انت بعت 5 طلبات صداقه، وبيقول لك لمين، ولو عاوز تكنسلهم ماشي،
تمام. فهي ديت الميزه اللي احنا هنستخدمها النهارده. اول ما تخش على الموقع هتضغط على كلمه انستول من فوق الخضراء، وبعد كده كونتينيو من تحت. على فكره الموضوع دوت خاص بكروم. طب واحد يجي يقول لي طب فايرفوكس عشان تعمل عمليه الانستول ديت لازم تنزل اضافه الاول اسمها جريسيس مونكي. جريسيس مونكي ديت اضافه تخليك تتعامل مع السكريبتات، لكن كروم جواه بيتعامل مع السكريبتات ديت بشكل مباشر. خلينا احنا مع دلوقتي مع كروم. اول ما هتضغط هتعمل اد كده الاضافه نزلت. المفروض ان انا لما اعمل ريفرش لاحظ معايا هتلاقي في خانه طلعت بره جديده فوق جنب كلمه هوم هتظهر دلوقتي اسمها انفريندز. الخاصيه ديت هي بقى اللي من خلالها زي ما انتم شايفين بيبتدي يحدد يقولك مين اللي انت عامل انت عندك كام حد من اصحابك. في حاجه اسمها بندنج ريكويست. البندنج ريكويست ديت اللي هي الطلبات صداقه اللي انت بعتها ولسه ايه ما اتقبلتش. فانت مثلا عملت اد ل5 او 10، سيب الموضوع دوت متعلق لاسبوع مثلا، وخش بعد اسبوع خش على الخانه بتاعه انفريند ديت، هات البندنج ريكويست او طلبات الصداقه المرسله وكنسلهم كلهم. لان انا زي ما فهمتكم نفترض ان انت ليك 10، ال10 دول 10 فرص من ان انت تبعت طلبات صداقه. لما تيجي تبعتهم لو الشخص اللي قدامك ده قبل خلاص، لو الشخص اللي قدامك ده رفض دي في حد ذاتها حاجه كويسه. لكن كون ان هو يسيبك متعلق، لان كتير مننا احنا عارفين ان لما ببعت اد لحد بيقوم فاتح باصص رامي هو اللي بعت لا مش هقبل، او لا يرفض لا يرفض ولا يقبل، يسيب الاضافه ايه متعلقه. دي في حد ذاتها حاجه ايه وحشه. فانت هتخش هتقوم ايه لاغي كل طلبات الصداقه اللي انت عملتها للناس ديت، عشان زي ما فهمتكم ال10 فرص. على فكرة هم مش 10 فرص، انا بس بديكوا مثال ان انت تقدر تعمل الموضوع ده. احنا كده فهمنا الحظر بيتعمل ازاي. حاول بقدر الامكان ان انت ما تضيفش حد بطريقة عشوائية متكررة. حاول ان انت تضيف حد بينك ما بينه اشخاص مشتركة 5 6 10. كل ما العدد ده زاد كل ما كانت فرصة طلب الصداقة هتزيد ان انت تقدر تبعته. لو انت بعت طلب صداقه وجه حذرك قالك خلي بالك انت الشخص ده ما تعرفوش، وقف طلبات الصداقه وما تعملهاش. حاول بقدر الامكان ان انت تلغي طلبات الصداقه اللي متعلقه، اللي هو ان انت بعت اضافه لحد ما قبلكش وما رفضكش. حاول تلغي الاضافه ديت عن طريق السكريبت اللي احنا اتعلمناه مع بعض النهارده. هي دوت بكل بساطه. لو قدرت تعمل الخطوات ديت مش هتقع في فتره الحظر. طيب واحد يجي يقول لي طب انا وقعت بقى في فتره الحظر اعمل ايه؟ ممكن تتبع كذا وسيلة. ان انت تعمل ديس اكتيف للاكونت بتاعك، توقفه مؤقتا وترجع تشغله تاني بحيث ان هو يعمل عملية سيستمة من جديد، او ان انت تخلي حد يضيفك. يعني تبتدي الفيسبوك يرجع لك الموضوع دوت تاني بان انت هو في جميع الاحوال انت هتستنى لحد ما فترة الحظر تنتهي. بس لو عاوز تعمل طلبات صداقة كتير حاول يعني مثلا ايه تخلي اللي قدامك هو اللي يبعت لك طلبات صداقة ان انت تتقبل. يعني الفيسبوك جواه برضه سيستم ان هو لما بيلاقي ان انت بتقبل طلبات صداقة كتير وتبعت طلبات صداقة كتير بتبقى العملية موزونة. لكن ما تعملش حساب جديد وتخش تلاقي مثلا 10 اد هيقوم عامل لك ايه حظر، لان هم اصلا متعلقين وما قبلتش وما رفضتش ومفيش اشخاص مشتركة بينك ما بينهم كتير. اتمنى ان انا ما اكونش لخبطتكم، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا في موضوع الحظر دوت شويه. طبعا لو في اي طريقه هيتلغى بيها الحظر دوت مباشره هتلاقيني عملت فيديو ورفعته مباشره على الصفحه اللي موجوده قدامكم ديت. اتمنى ان انا اشوفكم معانا فيها. ادخل على الفيسبوك ودور على الاسم اللي موجود قدامك دوت، او لو انت بتتفرج على الفيديو ده على اليوتيوب هتلاقي رابط الصفحه مباشره تحت الفيديو، هتضغط عليه يحولك مباشره ناحيه الصفحة بتاعتنا. طيب مستخدمين فايرفوكس سريعا هتخش على محرك البحث جوجل، وبعد كده هتضغط اوكي، وهنا هتيجي في البحث وهتكتب جريسيس مونكي ديت رابط الإضافة فور فايرفوكس، وبعد كده هتعمل بحث وهتضغط على إضافات فايرفوكس، وأول ما هتخش عليها هتعمل اد تو فايرفوكس. طبعا هو هنا مطلع لي كلمه داونلود لان انا بستعمل كروم، لكن لو انت بتستعمل فايرفوكس هتلاقيها كلمه اد او انستول او انا مش فاكر هتبقى ايه. وبعد كده هتنزل السكريبت عادي، عشان انت لو دخلت هنا مباشره واتكيت انستول مش هيفعل معاك لو انت بتستخدم الفايرفوكس. لو انت بتستخدم كروم هتضغط على انستول على طول هتلاقيه ابتدى يشتغل معاك. ده كان موضوع النهارده بكل بساطه. ما تنسوش تتابعونا على الصفحه بتاعتنا اللي انا وريتها لكم ديت من شويه، واستنونا في فيديوهات تانية كتير. مع السلامه.